اهلا بيكم في حلقه جديده، ومعنا النهارده خدعه جديده ان شاء الله هتعجبكم. خلونا قبل ما نبتدي حابب افكركم ان انا سايب لكم لينك الموقع بتاعنا في سوق.com تحت في وصف الفيديو للي حابب يشتري اي ادوات للماجيك. وكمان ما تنساش تدعمنا بلايك لان ده فعلا بيساعدنا ان احنا نقدم محتوى افضل. كمان اجمل كومنتات هتظهر معانا الحلقه اللي جايه، فما تبخلش علينا بقى بكومنت جميل. ويلا بينا نبتدي. خلونا نبتدي خدعتنا النهارده. هنبتدي باربعه شايب. السحر كان مجهز اربعه شايب، بس بمجرد ما حطهم اول الكوتشينه اكتشفنا ان هم اتحولوا لاربعه وحيد. It feels like magic. Watch. في اللحظة دي ممكن تتخيل ان الاربعة شايب بقيوا تحت الاربعة وحيد، بس لما نشوف اول ورقتين بعدهم هنلاقي فعلا الاربعة شايب مش موجودين خالص. ودلوقتي طلب من تايلر انه يختار 4 ورقات من الكوتشينة. Nice. Fair? Seems it so far. Look, no move, no skill, nothing in my hand. بس بمجرد ما خد ال4 ورقات اللي اختارهم بطريقة عشوائية جدا اكتشفنا ان هما فعلا مختارين ال4 وحيد. Voices? Wow! ودلوقتي جه الدور على بين انه يختار 4 ورقات كمان. بين اختار 4 ورقات، والسحر اكد لنا ان رقم 1 مش موجود في اخر الكوتشينة، وكمان مش موجودين في اول الكوتشينة. بس بمجرد ما خد ال4 ورقات اللي اختاروهم كمان بطريقة عشوائية اكتشفنا ان ال4 ورقات اللي اختارهم بين هما كمان رقم 1. Only 4 cards. Oh! Again. Voices. ودلوقتي اخد ال4 ورقات واللي هما رقم 1 حطهم في وسط الكوتشينة، وطلب منهم ان هما يتأكدوا ان رقم 1 مش موجود في اخر الكوتشينة وكمان مش موجود في اول الكوتشينة. ومش بس كده، ده كمان طلب منهم ان هما يختاروا اوراق من وسط الكوتشينة بطريقة عشوائية جدا. بس المرة دي الاوراق اللي اختاروها كانت مختلفة تماما عن رقم 1، كانت اوراق عشوائية فعلا من الكوتشينة. Okay, stop. Stop here and I listen. Wow, King of Spades. بس الغريبة انه لما خد ال4 ورقات العشوائيين وحطهم اول الكوتشينة اكتشفنا انه تحولوا من اوراق عشوائية تماما من الكوتشينة لكلهم نفس الاربع وحيد اللي كنا بنلعب بيهم من البداية. And let's gamble. It works. Thank you very much. رجعنا لكم مرة تاني، بس خلونا نتأكد كده يا ترى عملت لايك للفيديو ده؟ يعني لو ما كنتش لسه عملت لايك يبقى عيب عليك بجد. كمان ما تنساش ان الكومنتات بتفرحني جدا، فانزل بقى فرحني في الكومنتات. ويلا بينا نبتدي. كل اللي احنا محتاجينه 4 وحيد، 4 صور، ومحتاجين كارتين جيمك. الكروت الجيمك دي بتبقى في ما بينها استك شفاف بالشكل ده. ده استك مصمم للخدع السحرية. بس يا ترى احنا محتاجين فعلا الحاجات البروفيشنال دي؟ اطلاقا. احنا ممكن نستخدم استك عادي من بتاعنا. هنجيب جزء هنلزقه في ظهر كارت والجزء التاني في وشه، يبقوا بالشكل ده. وبكده احنا جاهزين للخدعة بتاعتنا. خلونا بقى نبتدي بأول مرحلة عندنا النهاردة. هناخد ال4 وحيد بتوعتنا بالشكل ده. هناخد كارتين عشوائيين من الكوتشينة ايا كان الكارتين مش مهم، هيتحطوا هنا كده. عندنا ال4 وحيد من تحت، كارتين عشوائيين هنا هناخدهم هنحطهم وسط الكارتين بتوعتنا كده. هنضغط عليهم، بمجرد ما نسيب هنلاقيهم طلعوا لفوق بالشكل ده. مرة تاني هنضغط عليهم، بمجرد ما نسيب طلعوا لفوق بالشكل ده. الساحر كان مجهزهم فوق الكوتشينة بتاعتنا كده. دلوقتي الساحر مسك الصور بتاعتنا، عرضهم قدام لجنة التحكيم بالشكل ده عاديين خالص، حطهم من فوق كده. اول ما ساب ايديه بقية الكروت طلعت لفوق كده. مرة تانية، دي الكروت عندنا هنا، ال4 صور بتاعتنا هنا هنحطهم كده. اول ما يسيب ايديه هيطلع بقية الكروت كده، هياخدهم كلهم وينزلهم فوق بالشكل ده. دلوقتي اول ما نشوف ال4 ورقات اللي عندنا اللي فوق هنكتشف ان هما الوحيد. طيب لو شفنا اول كارتين تانيين، اول كارتين هما الكارتين العشوائيين اللي الساحر كان حاططهم من فوق. انما لو شفنا اللي بعدهم هنلاقي اللي بعدهم هما ال4 صور اللي احنا بنلعب بيهم. دي كانت اول نقطة، ويلا بينا نروح على تاني نقطة عملها الساحر. ودلوقتي هنروح للنقطة اللي بعدها. الساحر اخد ال4 وحيد بتوعتنا، خلى وشهم لفوق بالشكل ده وحطوهم وسط الكارتين اللي احنا اساسا مجهزينهم كده. اول ما يسيب ايديه هيطلعوا لفوق، وبعدين طلب منهم ان هما يختاروا كروت عشوائية من وسط الكوتشين. وبعدين اخد ال4 كروت اللي هم اختاروهم بالشكل ده وحطهم فوق مرة تانية كده. بمجرد ما يسيب ايديه كده
هيظهر عندنا هنا الكروت اللي احنا مجهزينها، هياخدهم بالشكل ده ويطلعهم لفوق كده. هيطلع عندنا هنا ال4 وحايد مرة تانية. And let's gamble. It works. Thank you very much. وخلونا اثبت لكم كلامي ده. لو لاحظنا في المشهد ده فهنلاحظ ان الكروت فعلا طالعين من وسط الكوتشينه زي ما قلت لكم بالظبط. ومش بس كده، ده كمان كل مره الساحر كان بيفنط فيها كوتشينه كان حريص دايما ان الجزء اللي فيه الكارتين يفضلوا دايما مع بعض علشان ما يتكشفش وعلشان ما يظهرش ان في كارتين مرتبطين ببعض. عموما دي كانت الخدعه بتاعتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تدعمونا بلايك، لو ينفع كمان تعمل شير يبقى تمام جدا. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.